تعالوا بقى نعمل شوية كده كوكيز حلو في البيت، بيتي كده. حاجة مش هتكلفك كتير، وكلها بنص كيلو دقيق وبيضة واحدة وكوباية سكر بودر وكوباية سمنة بس. مش هتاخدي اي حاجة تانية ولا اي وقت، وهيعمل لك كمية حلوة. شايفين الكمية دي حوالي يعني الطبق مليان، حوالي يعني بتاع نص كيلو زيادة من الكوكيز، يعني داخله ممكن على كيلو الا ربع كمان. كوبايه سكر بودر تقدري تطحنيها في البيت، لو ما عندكيش سكر بودر خدي كوبايه سكر وطحنيها في مطحنه الخلاط عندك، ومعاها كمان كوبايه سمنه زي ما هي، ولا هنسيحوها ولا اي حاجه. كوبايه سمنه اهي ومش مليانه على الاخر. هنضيف الدقيق بتاعنا بالتدريج قبل ما تعملي اي حاجة. بس في الاول احنا هندوب السمنة والسكر كويس جدا كده، لما تلاقيهم افتحوا معاكي تقدري تستغني عن المضرب اليدوي لو عندك مضرب بيض، او تضربيها في الخلاط، مفيش اي مشكلة. حطي بقى، بنقلب كويس قوي الخليط بتاعنا بعد ما بنحط الفانيليا السايلة او باكو فانيليا. قلبيها كويس جدا، وبعد كده بنبدأ بقى بننزل الدقيق بالتدريج. هي اول كوباية ممكن تحطيها كلها على بعضيها، والتانية بالتدريج لقيناها فعلا محتاجة دقيق، فحطينا الكوباية التالتة بنفس الطريقة، حبة حبة كده، وتقلبي لحد ما تلاقي العجينة بتاعتك حلوة ولا سايبة ولا ماسكة قوي وتمام يعني. قلبيها بس الاول كويس، خلي كل الدقيق يتشرب من السمنة والسكر. احنا طبعا بنقلب بقى بايدينا. هنا بص كانت سايبة، فحطينا الكوباية التالتة زي ما قلت لكم. بنقسم العجينة بتاعتنا نصين، بناخد نص بتضيفي عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وتفضلي تعجني فيها لحد ما تختلط بالعجينة وتبقى لونها زي ما انت شايفة كده. وخدي بقى قطعة من العجينة وشكليها على شكل الكرة الصغيرة، بططي بسمك كويس، وبعد كده بدي فيها على الشكل تريبس، وتحطيها بتقصيها في الصينية. شايفين زي الليمونة كده او اكبر شوية، بتبططيها بسيط، وساوي الشوكليت شيبس زي ما انت شايفة كده. وبعد كده حطي بقى في الصينية وسيبيها حبة ترتاح، يعني مفيش 10 دقايق كده، وبعد كده ولعي عليها الفرن ودخليها على درجة حرارة 180. هنا بعد ما طلعت وبعدت شوية وحطيناها في الطبق، شايفين الكمية اللهم بارك، يعني حاجة كده حلوة ونضيفة، وانتي تبقي عاملاها في البيت بتفرحي بيها اولادك وبينبسطوا بيها جدا. وحاجة انتي تبقي ضامنة نظافتها يعني. بصوا العجينة حلوة، هي طبعا والله كانت سخنة برضو لسه في ايدي يعني بس كانت ما شاء الله حلوة.